سر التحنيط عند الفراعنه. خليني اعرفك يا صديقي ان عمليه التحنيط هي عمليه طبيه معقده اتشهر بيها قدماء المصريون عند الفراعنه، لكن الفراعنه قدروا من خلال عمليه التحنيط دي يحافظوا على اجسامهم متحنطه لالاف السنين. بس الفراعنه ميزوا نوع جوده التحنيط، بمعنى ان مش هيحنطوا الملك زي الكاهن، فخلوا عمليه التحنيط عند الملك 70 يوم، اما الكاهن او الامراء والشعب 40 يوم، وبتكون عمليه تحنيط عاديه. بس ايه سر ورا عمليه التحنيط؟ طريقه التحنيط يا صديقي بتكون على خطوات، بمعنى ان اول خطوه بيخلعوا العين وبيركبوا مكانها عين صناعيه، وبيفتحوا فتحه صغيره جنب الودن عشان يخرجوا منها العقل، وبعد كده بيفتحوا فتحه جنب الكلى من 7 ل 10 سم عشان يخرجوا الامعاء والكبد والرئه، وبعد كده بيخرجوا القلب ويجففوه من الدم، وبتفضل العمليه دي 40 يوم. وبعد كده بيحطوا المتوفي على ترابيزه وبيحطوا عليه ملح النيترون، وبرده في خلال 40 يوم عقبال ما يتجفف من الدهون والدم. وبعد ما بيتجفف بيحطوا مكان الحاجات اللي شالوها من جسمه مواد عطريه، وبعد كده بيلفوه بالكتان. وبس كده صديقي، وديت تكون سر التحنيط عند الفراعنه. ما تنساش لايك وفولو عشان تتابع كل جديد، وسلام.